وهناك ايضا لاعب اسامه طنان. هذه القمه بدات هذه المواجهه الكبيره جدا هنا بمحاوله، ولكن ايضا مرت الى ان وجدنا انفسنا فيها بصراحه. هذه البطوله العربيه الكبيره، هذه كره للامام في البطوله خلال المباريات الماضيه. ركله ركنيه لمصلحه المنتخب الاماراتي، ولكن ايضا تبعد من جانب الدفاعات في اللقطه الاخيره عن طريق محمد بولكسوت في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الماضية. هذا هو الحال بالنسبة لمنتخب أسود الأطلس. هذه محاولة، هنا كرة لا زال، هنا المرور، هنا العبور، هنا الضربة، تسديدة، ولكن حارس المرمى حمد المقبالي أقبلت إليه سهلة بمنتهى السهولة، وبالتالي مباشرة أنهى الخطر الماضي تماما. لاحظ هذه الكرة، لاحظ الانسجام، لاحظ التناغم عن بلوغ المباراة النهائية والوصول إلى المباراة النهائية. تصويبة هذه الكرة ولكن سهلة جدا وصلت لحارس المرمى حمد المقبالي في اللقطة الأخيرة بمنتهى السهولة. الإمارات الرجل الذي عاش في يوم من الأيام وتواجد. هذه كرة للأمام للمغرب، خطير المحاولة، ولكن بعد ذلك هذه كرة أسامة طنان للأمام. يا عيني يا عيني على كرة، على محاولة، على العرضية، على الضربة هنا. على كرة المقبالي في اللقطة الماضية حضر للمرة الثانية، أبعد الكرة من أمام من أمام زحزوح الذي أتى بالعرضية، ولكن بعد ذلك وليد أزارو مرة أخرى لمصلحة من مروان يرسل كرة إلى حمزة الموساوي ممتازة هذه الكرة العرضية في الانتظار، ولكن بعد ذلك إلى ركلة ركنية مغربية. الهدف ربما يأتي، الضربة الأولى قد تأتي، الضربة الأولى قد تأتي. من يضيء أكثر في الطريق نحو النهائي، من يضيء أكثر من بولكسوت في الجهة اليمنى. هذه العرضية ثم الكرة لا زالت، ربما هنا مر عبر بكرة أمامية. لا زالت هذه المحاولة، ولكن هناك خطأ ومخالفة لمصلحة الإمارات وعلى وليد أزارو في الكرة الماضية وفي اللقطة الأخيرة. هذا هو طارق عصاب، تعليمات المدرب المغربي الذي يتحدث عن مواطنة أيضا، عن جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي الذي قال أتمنى له التوفيق. هذه كرة هنا المساحة، هنا مر راح بكرة بمحاولة تصويبه هنا. يا لها من كرة مرت كايو في لقطة وفي محاولة. كاد أن يأتي هنا بأول الكرات، وكاد أن يكون أول الواصلين بضربة وبمحاولة تصويبة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة المغرب. هذا هو كوسمان على الكرة، الله على المحاولة، على العرضية، على الكرة الرائعة، لكن هناك حالة تسلل في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية بالفعل. لاحظ هنا كرة من اليسار بالفعل. وليد أزارو كان في وضعية التسلل أزارو بالفعل. جماهير تريد اللحظة التي حاول كرة للمغرب. هذه خطيرة، هذه المحاولة، الكرة القادمة، لكنها مرت ثم عادت. لا زال الخطر، لا زال من الجهة اليمنى. رمية جانبية لمصلحة المغرب، لا زال الهدف لم يأتي بعد، الضربة الأولى لم تأتي بعد في هذه المباراة. لن يسألك التاريخ عن ما فعل، وتصنع أجمل الذكريات في عالم كرة القدم من أجل الذكرى يا إماراتي، من أجل الذكرى يا إماراتي. الله كاد أن يأتي، كاد أن يصنع ذكرى، كاد أن يصنع لحظة في اللقطة الماضية، ويأتي هنا بلحظة وبلقطة من اللقطات التي قد تكون عالقة لو تمكن من الوصول إلى مرمى المغرب، لكنها عادت مرة أخرى. جميل المباراة الإمارات. محاولة، هذه الكرة روبن كانيدو إلى الغساني بالعرضية، الكرة القادمة، ولكن أيضا إلى ركلة مرمى لمصلحة المغرب. يا سلام، أنا أعتقد أن المباراة تحتاج إلى هدف، صدقوني لا ينقص هذه المباراة سوى هدف، سوى حدث. هذه كرة، هذه محاولة، غير مساره واتخذ زاوية أخرى للتصويب. إنه برونو أوليفيرا لاعب نادي
الجزيرة. مباراة الدولية 17 وسجل هدفين مع الإمارات، وبالتالي الماضي ربع النهائي المغرب وسوريا. هذه العرضية كرة من جديد. الله على المغرب، الله على منتخب الأسود، أسود الأطلس. نعم، ضربة وأي ضربة، كرة وأي كرة. الله 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 على الكرة، على الروعة، على العرضية، على النهاية، على التصويبة، على النهاية الرائعة. يا الله يا الله، في كأس العرب، في كأس العرب عليك أن تضيء، عليك أن ترى، وعليك أن تكتب فصلك الخالد، فصلك الخالد. نعم، هذا هو الفصل الخالد، هذه الكرة الخالدة التي ستروى ربما للمباراة النهائية، والتي ربما توصلهم إلى المباراة النهائية في كأس العرب. عليك أن تضيء، وعليك أن ترى، وعليك أن تكتب فصلك الخالد. فعادة يتجاهل التاريخ معظم الأيام، إلا الأيام التي تغير مجرى المباريات، إلا اللحظات التي تغير مجرى مثل هكذا مواعيد. سجل المنتخب المغربي أولا، وضع الكرة في المرمى لياتي بضربة المباراة الأولى وهدف المباراة الأول. الله على كتيبة الأسود، ضربة ويا لها من ضربة. إنه المتألق، إنه كريم البركاوي، إنه في هذه المواجهة حمزة المساوي من اليسار يلعب هذه الكرة الأمامية. حاول للمغرب هذه الكرة، ربما هنا الضربة الثانية، ولكن بعد ذلك العودة والكرة إذن من جديد للمغرب. ثم خطأ موجود.